السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا شيرين صاحبة قناة شوشو والبنات، جاية لكم النهاردة عشان اوريكم. بس الفانوس اللي انا عاملاه النهاردة هو مش فانوس للاطفال، هو فانوس احط فيه الحاجة زي ما انتم شايفين كده. من جوه احط فيه البونبوني وال والبونبوني وبسكوت وحاجات للاطفال اللي جايين، او ما كانش احط فيه تسالي ومكسرات فيه، احب اقسمه او احطه كده. المهم هيبقى شكله جميل جدا للاطفال. لو جم الاطفال وحطيت لهم فيه الحاجه الحلوه اللي هما بيحبوها ان شاء الله هتعجبهم قوي، وهتعجبكم انتوا كمان. لو عايزين تعرفوا انا عملت الفانوس ده ازاي او تقديم بتاعه البونبوني والشوكولاته ازاي، تعالوا عندي القناه وشوفوا. هسيب لكم الرابط، اموني هسيب لكم الرابط تحت في الديسكريبشن بوكس. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تيجوا تشوفوا قناتي بعد ما تخلصوا عربية الفول عند موني حبيبتي. وانتظروني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض ديكور مصري اصيل وحصريا على قناتي عربة الفول. ديكور جميل جدا، ممكن يتحط على السفرة اثناء الفطار او حتى اثناء السحور، او ممكن تعملي منه حجم كبير او حجم صغير زي ما انت عايزه وتحطيه ديكور على الارضيه. فبالتالي عايزه تعرفي بيتعمل ازاي او العربيه شكلها ايه؟ تعالي معايا وتابعي معايا الفيديو للنهايه. وما تنسوش لو انتوا اول مره بتشوفوا قناتي وده اول فيديو بتسمعوه تضغطوا على سبسكرايب تحت الفيديو عشان تنضموا لعيلتي، وكمان تفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وتتفرجوا على كل الفيديوهات القديمه والجديده. ويلا بينا نبتدي ونشوف ايه اللي احنا محتاجينه لعربه الفول بتاعتنا. حبايبي ده حجم العربة اللي انا هعملها، زي ما انتم شايفين كرتونة عادية جدا صغيرة، ومحتاجة الخامات اللي فيها. طبعا كرتون بالشكل ده انا تانياه، زي ما انتم شايفين دي الايد بتاعة العربية، تمام، بتتنيها عادي بالكرتونة كلنا نعرف نعملها. وكمان العجلة انا قايساها مقاس الغطا البلاستيكي ده، مغلفة واحدة بالشكل ده، وده لسه هتتغلف برضو من الكرتون العادي. ودي متغلفه ايد اهي، لسه هنغلف الباقي. ومحتاجين كمان الديكور بتاعنا ده، الكنار او الاطار بتاعنا ده عشان نحطه، وكمان قماش الخياميه. تمام، بجيب وبقص مقاس العربيه بتاعتي عشان هي مربعه، وبتفرغي الاشكال اللي هي بالشكل ده عشان تعرفي تلزقيها وما تكلكعش معاكي. وممكن تجيبي كمان النوع ده من الشراشيف او الشراشيب، يعني زي ما انتوا تسموها بقى، تمام، ده او ده اللي يعجبك طبعا. ومحتاجين الاستراس ده اللي هو بيلمع عشان يبقى برضو من ضمن الديكور. وهنحتاج ورق فويل، وكمان اعواد الشيش طاووق، ومحتاجين اي حاجه عشان تبقى قرعه الفول بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين دي شبه القرعه شويه، علبه بلاستيكيه بتاعت كريم كانت قديمه عندي، هستخدمها هي القرعه بتاعتي، وهيبقى شكلها طبعا خطير جدا. ويلا بينا على طول نبدا نعمل العربه بتاعتنا. وممكن كمان نحتاج اللي هو الفايبر ده علشان نحشيه داخل العربيه. وهنلزق كل ده بمسدس الشمع. ويلا بينا نبتدي. حبايبي اول خطوه بعملها، طبعا الخطوات اللي انا هعملها هتمشي معاكي على الحجم الكبير والحجم الصغير زي ما انت عايزه، هتستبدلي بس اعواد الشيش طاووق بحاجه كبيره شويه. هنبتدي ان احنا نجيب اعواد الشيش طاووق، انا استخدمت 2 علشان تبقى ثابته كويس، وهبتدي ان انا اخرم بيها العلبه بتاعتي من هنا، تمام، لحد ما تمشي الناحيه التانيه بالشكل ده. وببتدي طبعا اخرم من الناحيتين العجل بتاعي، تمام، انا عايزاه يتخرم زي ما انتم شايفين، تمام اهو بالشكل ده العجل بتاعي. وهبتدي اقص الزياده بتاعتي دي كده، قصيتها وكده هبتدي اغلف الورق بتاعي، اجهز كل حاجتي، هعملها نبوز عشان تكون سميكه. وبعد ما تتغلف حبايبي هبتدي ان انا اخرم المكان بتاعها عشان يبقى باين، وهبتدي كده اغلف الدراع قدامكم عشان اجهزه برضو، تمام. حبايب قلبي وبعد ما خلصناها هبتدي ان انا احط الكنار بتاعي عليها،
حبايبي وبكده زي ما انتم شايفين شكلها قد ايه جميل. تمام، هبتدي بعد كده اجيب العلبه بتاعتي. تقدري تستخدمي علبه سمنه لو هي عندك الحجم اكبر، او ازازه بيبسي اللي هي مدوره. تمام، وتقصيها اي حاجه تديكي شكل قدره الفول. هبتدي طبعا كل ده هبتدي اغلفها بيه علشان بس يديني سمك حلو فيها. وبكده حبايبي نكون خلصنا قدرة الفول وحطينا فيها فايبر من جوه عشان يبان شكلها اجمل، وعشان نحط فيها بقى اي حاجة احنا عايزينها تبقى مطاطية كده. تمام، هنجيب السترس بتاعنا ونبدأ نزينها كده من على الاحرف عشان تدي شكل برضو. حبايبي وبكده بعد ما خلصناها هبتدي احط لها اخر حاجه الكناز بتاعها ده من فوق عشان تبقى منظرها اجمل واجمل. حبايبي وبكده نكون عملت القدره. تمام، زودت فيها بس استرس من هنا وحطيت فيها النجوم الذهبيه اللي انتوا شايفينها دي. شكلها بقى فعلا في منتهى يعني في منتهى الجمال. تمام، ده شكلها. هبتدي دلوقتي اعمل العربه بتاعتي عشان تتبطن. هحط لها فايبر من الداخل بعد ما حطيت لها الفايبر ده علشان لو حطيت اي حاجه تبقى مطاطيه. تمام، تنزل وتطلع تاني يعني. وهثبت القماشه بتاعتي حبايبي. هبتدي بعد ما ثبتها هبتدي بقى اغلفها. التغليف طبعا عادي سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي مشكله خالص. هبتدي اغلفها ونشوف شكلها النهائي هيبقى عامل ازاي. حبايب قلبي انا كده خلصتها، بس خلوا بالكم عشان الشمع لاني انا اتلسعت. تمام، قدر الله ما شاء فعل. طبعا بتدخلي طبعا بكل سهوله اعواد الشيش طاووق كده من على الجنب بعد ما بنخلصها. تمام، وهبتدي ان انا احط دول على الجناب بتوعي. تمام، بكل سهوله طبعا بيتحطوا بالشمع برضو بس ناخد بالنا. فهبتدي احطهم. حبايبي وكان نكون خلصنا تغليفها وكمان الاطار بتاعها بسيط جدا. وعصايه الشيش طاووق هتخرميها بيها عادي من القماش، هيدخل معاكي لان القماش خفيف وكمان الكرتون، فبكل سهوله هتخرج معاكي. وتسيبي تقريبا سنتي من الناحيتين. والعجل بتاعنا حطيت عليه برضو الاسترس ده. تمام، حلو جدا ومخلي شكل العجله اجمل الصراحه. وهبتدي ان انا احط واركب العجل بتاعي. ولما بركبه بشده لبره. تمام، بحيث ان هو يبقى فيه مسافة. تمام، بالشكل ده يبقى فيه مسافة صغيرة. والعجلة الناحية التانية. وهبتدي احط لها الشمع عشان يثبت معايا. وبكده حبايبي بنكون خلصنا العجل. الشمع بس ينشف وحطيت له زي فصوص كده بسيطة عشان تدي شكل للعجلة انيق وتخبيلي كمان. وزي ما انتوا شايفين العجلة بتتحرك معايا. هبتدي بعد كده الزق الايدين بتوعي. حبايب قلبي وبكده بنكون خلصنا. بعد ما بتنشف بتبدأي تنزليها عادي. تمام، وبجد شكلها زي ما انتوا شايفين. انتوا اللي هتحكموا وتكتبوا لي في الكومنتات بتاعتكم. ومبسوطه جدا ان انا اول يوتيوبر تعمل معاكم عربيه الفول. بجد يعني عمل جميل جدا وانا متحمسه له جدا من البدايه. ودي قدرة الفول بتاعتنا الجميله. هنجيب العربيه بتاعتنا كده وبنوقفها. وشايفين منظر الفايبر عامل
شكل جميل جدا. وبنوقف القدرة بتاعتنا كده، ودي بتبقى كده والعربية بتاعتنا بتبقى كده خلصت. يا رب تكون عجبتكم، وعمل سهل وبسيط وتقدروا تنفذوها بشكل رقيق جدا وبشكل شيك، بتبقى على السفرة بتاعتك. وهسيبكم بقى مع صور ليها علشان تبان اكتر واكتر على السفرة. ما تنسوش تعملوها وتوروني صوركم وتشاركوني انا وكل اصدقائي وكل عيلتي على القناه. وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم يا ترى جميله ولا لا. وانتظروني في فانوس السنه دي ان شاء الله، فكرته هتعجبكم كتير جدا جدا جدا. واشوفكم ان شاء الله على خير، ومع السلامه.